يا ترى ايه السر ورا زوال امبراطورية ضخمة في لحظة؟ النهاردة حكاية نجاح لاسم تجاري كبير، والأهم انه تفصيلة مهمة في تاريخ المصريين، ولكن بالرغم من كده كانت قصة نجاح مأساوية، أو خلينا نقول مليانة تحديات، من حريق كذا مرة لقتل لحراسة. ولا أقول لكم تعالوا نحكي الحكاية من الأول خالص، حكاية أشهر عيلة يهودية صاحبة أهم علامة تجارية في تاريخ مصر، سلسلة محلات شيكوريل وملكها مورينو شيكوريل. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعادات. في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20 كانت مصر من البلاد اللي بيهاجروا ليها أجانب من كل مكان في العالم، لأن الأجانب اعتمدوا إن هيكون ليهم أولوية في كل حاجة، ده طبعا بسبب الاحتلال البريطاني على مصر، وده كان سنة 1882، يعني حقوق ومزايا اقتصادية أكتر ليهم، فطبعا فرصة عظيمة لأي مستثمر أجنبي. وللعلم يهود كتير هاجروا لمصر في الوقت ده بجنسيات أجنبية علشان المزايا اللي قلنا عليها. كان من الأجانب اللي هاجروا لمصر واحد اسمه مورينو شيكوريل، هاجر من مدينة أزمير التركية لمصر. مورينو كان عميد العيلة اليهودية، وعيلته كان أصلهم إيطالي الجنسية. مورينو جه على مصر وكله حماس، واشتغل الأول في محلات هانو المملوكة لعيلة هانو اليهودية، والمحل ده كان مشهور قوي وقتها. سنة 1887 أسس أول شركة لمحلات شيكوريل برأس مال حوالي 200,000 جنيه، و200,000 جنيه ده مبلغ ضخم جدا وقتها، وخلى اليهودي هانو شريك معاه بشكل مؤقت، والكلام ده لغاية سنة 1909. بعد كده استقل مورينو شيكوريل بتجارته وفتح أول محل خاص بيه، وكان مكانه جنب دار الأوبرا الخديوية القديمة في القاهرة، وده كان طبعا سبب لجذب العائلات الأرستقراطية. محلات شيكوريل كانت بتشتغل في كل حاجة، من أزياء وإكسسوارات وملابس داخلية وأحذية وإلخ إلخ إلخ. مورينو ابتدى يساعد أولاده الثلاثة وهم سولومون ويوسف وسلفاتور، والصراحة كان المحل فتحة خير عليه بشكل غير عادي. والأهم إن اسم شيكوريل بقى دايما مرتبط بالرقي والذوق العالي وعنوان للأناقة، وكان زباينه دايما من العيلة المالكة والطبقة الأرستقراطية وعلية القوم في الوقت ده. شوية وبقت محلات شيكوريل من أشهر وأكبر المحلات التجارية في مصر كلها، وده طبعا لوجود الجاليات الأجنبية والضباط والعساكر الأجانب في مصر بشكل كبير جدا. وصل إن كان بيشتغل فيها حوالي 485 موظف أجنبي و142 موظف مصري، وابتدى يفتح فروع محلات تانية لشيكوريل في كل أرجاء مصر. مورينو شيكوريل حس إن خلاص أسس بقى شركته وبقت واقفة على رجليها، فتنازل عن المحلات لولاده الثلاث سولومون ويوسف وسلفاتور، وكان بيساعدهم بالنصايح والقرارات من ورا الستار، وفعلا ما خيبوش ظنه وقدروا يكبروا المحلات وينجحوا أكتر وأكتر. وكان سبب نجاحهم انهم ركزوا على لوازم الستات وكل الاسره طبعا، بحيث لو دخلت ست المحل ومعاها جوزها واولادها هيلاقوا كل اللي محتاجينه باذواق راقيه، طبعا بخلاف تميزهم في بيع الاقمشه والاكسسوارات وكل تفصيله من الشرابات للبرنيطه للاحذيه، ده غير ادوات التجميل والعنايه بجمال المراه. فطبعا ما كانش موجود كم التنوع في المنتجات زي محلات شيكوريل في الوقت ده. نجاح محلات شيكوريل ما كانش عادي، واهم سبب هو التسويق الصح والجديد في الوقت ده، زي مثلا اعلان عمله ان الزبون ممكن يشوف رجله بالاشعه السينيه، وده اختراع جديد في مصر كان اسمه البيد سكوب، علشان الزبون يطمن ان رجله مرتاحه جوه الجزمه قبل قرار الشراء. وكان بصراحة إعلان جديد من نوعه تماما. وحاجة تانية كمان، دايما في الإعلانات يكون مقصود يقولوا أسامي بيوت الأزياء في باريس مع صور جذابة، لأنه طبيعي كان بيستهدف طبقة الأغنياء اللي يهمهم جدا يكونوا مواكبين موضة باريس. واهتمت قوي محلات شيكوريل بإعلانات خاصة لكل موسم، زي موسم الصيف وموسم الاجازات وموسم المدارس، وبيغرقوا بقى ايه بيها الجرايد والمجلات المصريه والاجنبيه. فكنت تلاقي اعلانات يوميه بحيث تكون الاعلان يبقى قدام عينيك كل يوم، وكمان كان في اعلانات اسبوعيه وشهريه، طبعا ده كله على حسب المواسم. فمن الاخر كده الاهتمام بالتسويق عامل مهم جدا لنجاحهم. المهم
حصل انخفاض كبير في تجارة محلات شوكوريل وقت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، لأن مصر كانت مضطرة تكون من حلفاء انجلترا بسبب الاحتلال الانجليزي، والنتيجة طبعا مصر اتأثرت اقتصاديا وهي مش طرف في الحرب من اساسه، ولكن التجارة في شوكوريل مكملة بالرغم من الظروف، وده لذكاء عائلة شوكوريل التجاري. ولكن يجي دروب تاني وهو وفاة مؤسس محلات شوكوريل الاب مورينو شوكوريل سنة 1919، وفي نفس الفترة حصلت ثورة 1919 وطبعا اتأثرت كتير جدا تجارة شوكوريل، ولكن كملوا لغاية سنة 1927 وتحديدا في 4 مارس حصلت حادثة مروعة كانت كل الجرايد بتتكلم عنها وقتها، ده طبعا من بشاعتها وهو مقتل سولومون شوكوريل في فيلته الابن الأكبر في عائلة شوكوريل. والحادثة دي على فكرة هحكي عنها بالتفصيل وحقيقة الفيلا بعد الحادثة البشعة دي والكلام الكتير اللي اتقال عليها، استنوني في الجزء الثاني بإذن الله. بعد كده قامت الحرب العالمية الثانية ومصر كالعادة بتتأثر بالحرب بالرغم انها مش طرف فيها بسبب وجود الانجليز كمحتلين للبلد. فاول ما قامت الحرب العالمية الثانية وفي نفس الشهر مصر اعلنت الاحكام العرفية واعتبرت الرعايا الالمان اللي في مصر من رعايا الاعداء، وشوية وانضمت ايطاليا للحرب بجانب المانيا واضطرت مصر تقطع علاقتها بايطاليا. فطبعا عائلة شوكوريل زي ما قلت في الاول ايطاليين الجنسية، فكانت نكبة كبيرة على محلات شوكوريل وتعثرت تجارة محلات شوكوريل زي ما حصل في الحرب العالمية الأولى بالظبط، ولكن برضه ما وقفتش لغاية ما خلصت الحرب العالمية الثانية وابتدت محلات شوكوريل تنتظم في مبيعاتها وفروعها كمان زادت مع الوقت. نوصل بقى لمايو سنة 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل واعتراف الدول الكبرى بيهم، وكانت صدمة كبيرة للدول العربية اللي دخلوا حرب ضد إسرائيل سنة 1948 وللأسف خسروا الحرب. فكان من الطبيعي الغضب يزيد ضد اليهود وعلى وجودهم في مصر، فالحكومة وقتها قررت تعمل مراجعة لليهود اللي في مصر علشان تعرف مين فيهم صهيوني الهوى أو جواسيس متخفيين أو ناس عادية. لكن للأسف عامة أغلب المصريين كانوا غضبانين من اللي حصل في فلسطين، وكان صعب جدا السيطرة على الغضب الشعبي، فالثوار حرقوا محلات اليهود في مصر ومنهم طبعا محلات شوكوريل، ولكن اترمم بعد كده بمساعدة الحكومة المصرية لأن نشاط محلات شوكوريل مهم جدا في الوقت ده. عائلة شوكوريل وقتها كانوا دايما بيأكدوا في كل الجرايد والمجلات والإعلام المسموع على محبتهم لمصر وإنهم ضد الصهيونية وقد إيه بيساهموا في بناء الاقتصاد المصري، ومحلاتهم مفتوحة لكل الجماهير من غير تمييز. وكانوا كمان بيأكدوا إن مثلا سلفاتور شوكوريل كان رياضي مصري وعضو في غرفة التجارة المصرية، ويوسف شوكوريل دعم البنك الوطني بنك مصر وكان جنب طلعت حرب من أول تأسيسه. وبعد ترميم محلاتهم رجعت تاني لسابق عهدها لغاية سنة 1952 وحصل حريق تاني، والمرة دي كان حريق القاهرة المهول في 26 يناير واللي كان من مقدمات ثورة يوليو. وموضوع حريق القاهرة ده موضوع كبير جدا وليه روايات كتير قوي، ولكن ده مش موضوعنا النهاردة. المهم النتيجة ان الحريق ده اللي قاموا بيه كانوا مدربين على اعلى مستوى واتحرقت اغلب ممتلكات الاجانب في مصر، حوالي 700 محل وفندق وسينما ونوادي ومكاتب وشركات، وليلة كبيرة قوي قوي قوي، وكان منها طبعا محلات شوكوريل. حريق للمرة الثانية، ولكن المرة دي كانت المحلات والمخازن باللي فيها رماد على الارض حرفيا. ما كانش فيه على فكرة وقتها تصريحات لعائلة شوكوريل عن اللي حصل لان الصدمة كانت اكبر من اي كلام او تصريحات، ولكن كان عندهم اشارة او رسالة واضحة ان وجود اليهود في مصر مهدد بشكل كبير. يعني من وقت حرب 48 والحريق الاول اللي حصل وهجرة اليهود كتير لاسرائيل بشكل سري كان مؤشر ان الاحداث اللي جاية مش هتكون في صالح اليهود في مصر. ولكن بالرغم من كده افراد عائلة شوكوريل ما فكرتش تهاجر بره مصر ابدا، وده لانهم كانوا على علاقة قوية بالسياسيين، فكان القرار انهم مش هيسيبوا مصر ابدا. وترممت محلات شوكوريل بمساعدة الحكومة ومبلغ التأمين، وقدروا يستوردوا بضاعة للمحلات من تاني. وقامت ثورة 23 يوليو سنة 1952 بقيادة طبعا الضباط الأحرار وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد نجيب. وبيان الرئيس الراحل أنور السادات كان واضح وطمن الأجانب على مصالحهم وأرواحهم. حتى وقتها حاخام يهود الأكبر حييم نحوم طلع بيان وأيد الثورة بعد 10 أيام من قيامها، وأيد
كمان محمد نجيب اول رئيس بعد الثوره. ومحلات شيكوريل اشتغلت تاني وجددت محلتها بديكورات احلى واجمل وبقت شغاله احسن من الاول. وده دليل ان اسره شيكوريل كان عندهم من المرونه علشان يتكيفوا مع اي وضع سياسي جديد وما تاثروش بهجره يهود كتير من مصر. وفوق ده كله حبهم لمصر بجد وعدم اقتناعهم بالصهيونيه عكس اغلب اليهود وقتها. اشتغلت تجاره محلات شيكوريل من سنه 52 لغايه سنه 56 لاحسن ما يكون، وكانت من اهم الانشطه التجاريه لغايه حرب 56 والعدوان الثلاثي على مصر واللي انتهت بانتصار مصر. ولكن العدوان ده كان السبب لنهاية تواجد اليهود في جمهورية مصر العربية، وده كان طبيعي جدا لأن كان فيه خلايا صهيونية كتير وجواسيس الفترة دي من اليهود. أكيد طبعا هو مش كلهم ولكن كان جزء كبير منهم، فكان أمن مصر أولوية طبعا. وقتها هجرة اليهود من مصر وتصفيتهم لأعمالهم أخذت شكل أسرع، وده لكذا سبب. أولا كان الوضع كله من حكومة وشعب في حالة استثنائية، وخصوصا الشعب اللي كان في حالة غليان قدام جرائم اللي ما يتسموش. ثانيا في يهود وأجانب كتير أظهروا تعاطفهم مع إسرائيل بمنتهى البجاحة فاتحطت أعمالهم تحت الحراسة فورا. ثالثا وده كان الواقع إن كان لا يمكن في وضع حرب وخيانة إسرائيل إن يتم استثناء أي أعمال بيديرها يهود وأجانب مواليين للصهيونية في مصر مهما كانت أهميتها. طيب في سؤال مهم، يعني هم كلهم كانوا متآمرين؟ أكيد لأ طبعا، بس الصراحة كان مسألة الفرز مين اليهودي المخلص من المتآمر ما كانش متاح وقتها. فأمن مصر كان في الأولوية من غير أي استثناءات، والنتيجة إن كانت بداية النهاية لمحلات شيكوريل في مصر لأنها اتحطت تحت الحراسة. ومش هي بس، هي ومحلات عمر أفندي وأركو وفراهم وغيرها وغيرها وغيرها. سواء اتفقت أو لم تتفق بس ده الحال وقتها، والله أعلم لو كنت موجود وقتها كان هيكون إيه رأيك. المهم بعد تأمين محلات شيكوريل هاجرت أسرة شيكوريل لأوروبا وأغلبهم راحوا باريس، وسلفاتور شيكوريل راح لإيطاليا وبعد كده راح على سويسرا. وزي ما بيقولوا يسدل الستار على أهم عيلة يهودية واللي اتربعت على اقتصاد مصر، عيلة شيكوريل ومحلاتها الأشهر في عالم التجارة. ورجعت تاني على فكرة محلات شيكوريل بنفس الاسم التجاري ولكن تحت الإدارة المصرية من سنة 57، وخلصت حكاية تجارة شيكوريل واللي كانت تفصيلة مهمة جدا في تاريخ المصريين. ولكن في جزء تاني واللي ليه جانب مختلف وهي جريمة مقتل سولومون شيكوريل وفيلته اللي عليها كلام وإشاعات كتير جدا. استنوني في الجزء الثاني إن شاء الله ونعرف إيه الحكاية بالتفصيل. الله يرحم كل من خدم الوطن في كل زمان ومكان. شكرا ليكم، كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.